السلام عليكم من مكرو. عاملين ازيكم زي حضرتكم؟ السؤال اليوم بيقول سرقة اللص البنك. هاتوا لي الفاعل. الفاعل فين؟ أنا يا أستاذ. اطلع انت. سهل أوي يا أستاذ، الفاعل هيكون فين؟ هيكون في السجن طبعا. الفاعل فين؟ هيكون في السجن يا أستاذ. انا هطرد السجن واللي جاب ابوك واللي جاب العيله الكريمه اللي عندك تعالوا نلعب. يا أديبة. نعم دكتور. هات المريض اللي بعده. يلا المريض اللي بعده يفوت. يعطيك العافيه دكتور. الله يعافيك يا اختي، تفضل استريحي وقولي لي شو مشكلتك. وانا يا دكتور زوزي صانعنا بنومه، كل يوم بالليل بيقعد بيحكي مع حاله، انا ناسي ما عاد تعرف شو بدي ساوي فيه. ايه بسيطة اختي، انت اتركي له مجال يحكي الصبح وما عاد يحكي بنومه. اللي بعده يا أديبة. عمر الدكتور، المريض اللي بعده يفوت. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام، تفضل استريح وقولي شو مشكلتك. دكتور دخيلك يا دكتور، ابني بلع ألم، مشان الله اللي شو ساوي؟ ايه وليش جاي لعندي؟ شغلتك مو عندي. لك شو شغلتي مو عندك؟ لك عم اقول لك انه ابني بلع ألم، مشان الله اللي شو ساوي؟ لك شو ما عم تفهم؟ قال لك شغلتك مو عندي، روح على المكتب اشتري له غيره. يا أديبة. نعم دكتور. اللي بعده. حاضر برضه دكتور. هاتي شاي. لعيونه. وين الهلا المغضوبة؟ صارت الساعة 1 والهلا ما اجت. الحق مو عليك، الحق اللي بعتك تجيب اغراض. ماما انا اجيت. لك الله لا كان جايب الغلا، وين كنتي لله لك مغضوبة؟ كان في شاب ماشي وراي وعم يلطشني، هيك تاخرت. إيه كنتي اسرعي بالمشي كده ووصلتي بسرعة. شو ساوي لك امي اذا هو كان ماشي شوي؟ شو بتقولي؟ بونجور معلم. بونجور، أهلا وسهلا خيي. عندك لبنان بو؟ شو هيدا لبنان بو؟ طيب بيروت بو؟ يا خيي شو هيدا بيروت بو؟ لك يا اخي عندنا بالشام في شامبو، عندكم بلبنان ما في لبنان بو؟ ولك روح من هون يا خيي، ماني ناقصك. ماما بابا قديش عمره؟ والله ما بعرف لك روحي، بس صار له زمان عنا. طيب بابا ما عنده أهل؟ لا عنده حبيبي. طيب ماما ليش تاركينه عنا؟ مشان الله يا ماما كثير بحبك. طيب استطاع محمود تحكيمي الهروب من السجن من حوالي 8 ساعات، والآن تنتشر الشرطة في كل مكان تبحث عنه. أبشري كأن نشرة الأخبار اليوم طولت كتير. شكلها اليوم اخر حلقه. أنت غبي شي؟ ما كان كتبه من البداية. والله مزبوط، والله ما خطر ببالي. لك رسمية جبت لك DVD. يتوبر قلبي يا ابن عمي، والله من زمان عم بحلم بالDVD، الله يخلينا اياك يا رب. انبسطي يا رسمية، هي جبت لك DVD وتحقق حلمك، لك انا كم رسمية عندي. خلي لي اياك يا رب، بس ما قلت لي من وين جبت حقه؟ لك بعد التلفزيون واشتريت بحقه DVD. بربك يا رسمية ماري ذكية. لك يقطع عمرك شو غبي، الله يعلمني اياك. طلعني ولا طلعني. لك انتوا ما بيعجبكم العجب، وجعلي مشكي منكم. يا محمد شبك، محمد ابو شريك. لا ابو شريك شبك. لك والله يا ابو شريك كنت راجع من الشغل اتكاتروا علي 5 وضربوني. يا باطل عليك يا ابو ضراع، لك كيف بيقتلوك وانت بتلعب قتال شوارع؟ والله يا ابو شريك اخذوني وطلعوني على الرصيف. ولهون بنكون خلصنا درسنا عن الحجاب وعن فوائد ارتداء الحجاب. ان شاء الله يكونوا استفدتوا من هالدرس، واي وحده حابه تعطينا رايها تتفضل وتعطينا رايها بالموضوع.
تفضل يا اختي. بصراحة دكتور أنا اقتنعت كتير بكلامك وقررت أتحجب، ومن هلأ كمان راح ألبسه. بارك الله فيك يا اختي، هذا مفتاح الجنة. في حدا تاني حابب يعطينا رأيه؟ تفضل يا اختي. دكتور أنا الصراحة ما اقتنعت بكلامك، ومن هون ورايح رح أصير أطلع بالشرطة. بارك الله فيك يا اختي، وهذا مفتاح شقتي. شوفك اليوم المساء. وإلى هنا تكون انتهت جلستنا، إن شاء الله يكونوا استفدتوا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عايزين التلاج بالتلاتة. انتوا اتخضيتوا يا جماعة. لا تنسوا تحطوا له لايك وتتابعني علشان احبك وانت تحبني. ولهنا احبائي خلص الفيديو، وحابة اهديكم ست الحمام مع حلال.